متناقض. لما تكلم على ملف الصحراء المغربيه طبعا رغم انفه وانف نظامه، لما تكلم على اخر على ملف الصحراء واش قال؟ قال هنا خطه التسويه عبر استفتاء حر ونزيه سماها بانها اخر مستعمره افريقيه، وانه هناك شعب باكمله محروم من حقه الاساسي. كلها اكاذيب طبعا، كلها اكاذيب. وخطه التسويه تاع 1991 رقم قاري في ال 91 شحال عندنا دروك؟ 32 عام. 32 عام يا عبد المجيد تبون. على من راك تكذب؟ على من راك تكذب؟ على من راك تكذب؟ وفي هذه النقطه تمت اهانه نظامك تمت اهانته من طرف الاعلام الدولي، وغادي هنا نشارك معكم. انظروا كيف تجاهلت وسائل الاعلام كيف تجاهلت هذا الفقره اللي يتكلم على ملف الصحراء المغربيه. وهنا طبعا سنستند الى اعلام الاشقاء في دول الخليج. نبداو مع سكاي نيوز. هذه خدمه العواجل في سكاي نيوز. قالوا واش قال تبون بالنسبه للقضيه الفلسطينيه والاصلاح الاجهزه الرئيسيه للامم المتحده ومجلس الامن. قضيه الصحراء لم يتم الحديث عنها في سكاي نيوز. انجو الجزيره هنا نفس الشيء، اتكلم على النيجر اللي حطوا، اللي يتكلم على مالي وعلى النيجر وعلى السودان والحرب الاوكرانيه الروسيه والحل السياسي في ليبيا والشعب الفلسطيني ومنه الصحراء ما كانش الصحراء. وهذه شراوعره كما نقولوا احنا في ورا. هذه شراوعره احنا كما نقولوا احنا في ورا. علاش نقولوا لها شراوعره؟ هذه اشاره من الاعلام نتاع دول الخليج. طبعا دول الخليج المواقف نتاعها الرسميه هي مواقف داعمه لسياده المغرب على صحرائه. وهذه الاشاره نتاع البارح تاكد على ان ما قلته حول ملف الصحراء لا حدث، بل مضحك ويثير السخريه. تتكلم على ومتناقض في نفس الوقت. تتكلم على جهود المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده الذي يتماشى مع قرارات مجلس الامن. كل ديكلاراسيون، كل التدخلات والتصريحات نتاع المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده تتكلم على دعم قرارات مجلس الامن. وهذا ما معناه ان ما قلته بخصوص الملف لا علاقه له مع مضامين قرارات مجلس الامن التي تصدر والتي ترجع عندها مرجعيه ترجع فقط ل 2007. ما قبل 2007 لا يؤخذ به. والمشروع نتاع الاستفتاء تم اقباره في 2001. على واش راك تحكي انت؟ على واش راح يعني هذا الموضوع نتاع الاستفتاء شكون اللي راه يحكي عليه؟ شكون اللي راه من خلاف المنظومه نتاعك اللي ضيعت المصالح نتاع الجزائر بسبب هذا الخطاب السياسي نتاعها الأجوف وابقائها على هذا الصراع. الخطير في الكلام نتاع عبد المجيد تبون هو انه بين روحه باللي هذا النظام خارج مجال التغطيه. وقال واحد الكلمه، قال امام المحاولات لخلق شرعيه من لا شرعيه له. شكون اللي راه ضد الشرعيه اولا الدوليه؟ انت والحركه الارهابيه ولا المغرب؟ طبعا انتم لان المغرب مع الشرعيه الدوليه، مع قرارات مجلس الامن. انتم اللي راكم ضد قرارات مجلس الامن، وانتم اللي راكم متوقفين في 1991. والشرعيه المغرب في ارضه، المغرب حرر ارضه. يعني جمهوريه الوقوق هي اللي عندها الشرعيه. على ما راك تضحك؟ المجرمين الارهابيين اللي راكم تدعموا فيهم هم اللي عندهم الشرعيه، هم اللي يمثلوا ساكنه الاقاليم الجنوبيه. على من تضحك؟ على من راك تضحك يا عبد المجيد تبون؟ على من راكم تضحكوا على من راك تضحك يا شيطان شمال افريقيا. هذا النقطه منين وصل الامر بالاعلام الدولي ما يثيرهاش وما يهتمش بها، يعني انكم راكم في موقف الضعف بالنسبه لهذا الملف، وراكم
راكم خارج مجال التغطيه، والقادم أسوأ لك يا شيطان شمال افريقيا. ان شاء الله القرار راه جاي تاع مجلس الامن في الشهر القادم، ونتمنى وان شاء الله يحمل مفاجاه. هناك اجماع دولي، هناك اقتناع القوى الكبرى بانكم غير جادين يا شيطان شمال افريقيا. نعم يا عبد المجيد تبون، vous n'êtes pas crédible، ما راكمش جادين وما حابينش هذا المشكل يتم حله، وراكم تتعرضوا للضغوطات، خصوصا الضغوطات الامريكيه. وبالمناسبه اليوم الحركه الارهابيه عبر وكاله الانباء نتاعها نشرت، باش ما نخرجوش بعيد على مضامين الخطاب الفاشل نتاع عبد المجيد تبون، قال لك اليوم داروا بيان، وهذا بيان يعبر عن تخوفهم من القادم، يعبر على تخوفهم من القادم. يقول مما جاء فيه ما يسمونه بالحكومة الصحراوية تجدد إدانتها للتوجه التصعيدي الخطير لدولة الاحتلال المغربي. مش من تصعيد، ومش من احتلال. المغرب ليست دولة احتلال، الأمم المتحدة لا تعتبر المغرب دولة احتلال. قال بأن وزارة الخارجية المغربية أصدرت بيان تمادي المملكة المغربية في الخروج عن مقتضيات المشروعية الدولية، ويعكس إرادتها في إجهاض جهود الحل السلمي لنزاع الصحراء الغربية. شكون يحكي على النزاع، جهود الحل السلمي اللي يدير بلاغات عسكرية كل يوم؟ انت راك ديري حركة الإرهاب، راك ديري بلاغات عسكرية يوميا وتتكلمي عن جهود الحل السلمي. على ما راكم تضحكوا. شكون اللي يأمنكم؟ شكون اللي يصدقكم؟ شكون اللي يصدق الأكاذيب نتاعكم؟ تقول هنا الوقت الخطيرة، تطالب الحكومة تاع الوقواق هذه مجلس الأمن بتحمل كامل المسؤولية في التعجيل بتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء من تنفيذ مأمورياتها التي كلفها بها، والمتمثلة بتنظيم استفتاء. يا ودي روحوا تلعبوا على رسانكم، اعتقد ان هذه الحركه، طبعا هذا البيان داروه بعد ان تلقاوا الامر من شيطان شمال افريقيا. المنتظم الدولي دروك راه يشوف فيهم بانهم تجاوزهم الزمن. هما راس مالهم اللي باقي لهم هذوك الضحايا اللي محاصرينهم على ارض الحماده في تيندو فقط هذاك هو الكابيتال تاعهم. وفي هذاك الكابيتال ما بين 15 و 20% فقط اللي عندهم علاقه مع السقيه الحمراء والذهب. يحكوا على الاستفتاء، ديروا احصاء، خلوا الامم المتحده دير احصاء ساكنه المخيمات. تحكوا على الاستفتاء كيف، باي اليه باغي دير استفتاء، باي اليه، وانت ترفض انه يتم احصاء ساكنه المخيمات. على ما انت تضحك، على ما راك تكذب، فضحتوا وغادي تزيدوا تتبهدلوا في المستقبل ان شاء الله، وراكم تتعرضوا للضغوطات. وهذا البيان الصادر على وكالة انباء جمهورية الوقواق يأكد بأن الحبل دار مليح على رقبتهم. غادي نولوا الخطاب المعين في نقاط أخرى. الخطاب كان إنشائي، نص كذا، يعني ما عندكش رؤية. الواحد لما يتبع خطابات زعماء الدول الآخرين يشوف بأنهم يمتلكوا رؤية، يمتلكوا استراتيجية، يمتلكوا فكر. وجميع الكلام اللي قالها الأبرو في نظامك يا عبد المجيد تبون أكدته البارح في الخطاب نتاعك. وهنا تبون البارح لما خطب وش ما حكاش على التحديات اللي راه يعيشها العالم، المتعلقة بالمناخ، المتعلقة بالكثير من الأمور، بالغذاء، ما حكاش. إصلاح مجلس الأمن، إصلاح أعطينا. ما عندكش مشروع، نظامك ما عندوش رؤية، ما عندوش أفكار. وأون بليس دو سا، وأكثر من ذلك، بينت البارح تبون باللي أنت فاشل على المستوى الداخلي. بينت باللي أنت فاشل على المستوى الداخلي لأنك لم تستطع، وهذه هي الحقيقة، أن تسرد واش درت أثناء حكمك هذه 4 سنين، واش من تجربة
واش من الحاجه المميزه اللي عرفتها الجزائر في الحكم وقت الحكم نتاعها؟ ولا شيء، ولا شيء. وهذا ما معناه؟ معناه انك لم تحقق اي وعد من الوعود التي قدمتها، اللي سوا ديزون سميتها الوعود 54. تبون فشلت في اعطاء الصوره نتاع ذاك الزعيم اللي يقود بلاده بحكمه، وبينت على انك ماكش انت الحاكم، بل محكوم من طرف عصابه العسكر الذين يسيرونك كالجريكوس. دميه في يد العسكر، دميه. تكلم على الكذبه اللي مارسها هذا الشيطان شمال افريقيا، ويقول اللي يسميها مكافحه الارهاب. هذه الكذبه التي اللي يعرفوك يا شيطان شمال افريقيا ما تنطاليش عليهم الحيله نتاعك. يعني واش من مكافحه ارهاب تقوم به انت، وانت اللي تمارس الارهاب ضد الشعب الجزائري وضد الدول المحيطه بالجزائر. يعني انت مره اخرى يا عبد المجيد تبون كذبت امام المنتظم الدولي، والمنتظم الدولي راه عارف وفاهم النظام هذا العدواني الذي يسير الجزائر. المنظومه هذه الحاكمه نتاع تبون التي ارتكبت المجازر في حق الشعب الجزائري وارتكبت جرائم ضد الانسانيه حق يعني الشعب الجزائري وفي حق الشعب المغربي. يعني لما نتكلموا على حرب الصحراء بين 75 و 91، نظامك يا عبد المجيد تبون الذي تدعي انكم يعني منذ 62 وانتم عمركم ما اديتوا الجيران، نظامك مسؤول على مقتل عشرات الالاف من المغاربه يعني عن طريق حرب الوكاله التي يعني قادتها حركه البوليساريو الارهابيه. هناك نقطه اخرى اثارت انتباهي. صباح دخلت في الحساب نتاع رئاسه الجمهوريه ولا صفحه رئاسه الجمهوريه بالفيسبوك، نشوف الصوره التي تهين عبد المجيد تبون. نشوف الصوره كما راكم غادي تشوفوا هنا، الصوره التي تهين عبد المجيد تبون وتؤكد على ان هادو المشرفين على صفحه رئاسه الجمهوريه ونديري راهم يخدموا ضده. انظروا الى هذه الصوره. هذه صوره نشرتها صفحه رئاسه الجمهوريه، هذه فيها اهانه للشخص عبد المجيد تبون. القاعه الكراسي فارغه كما راكم تلاحظوا. انا بيان سور درت قال لك لا علاش تكومباري مع الرئيس الامريكي؟ لا نكومباري، هذه بلادي وراني ندير المقارنه. هذه الصوره معبره وتاكد على ان الجزائر في ظل حكم هذه المنظومه بلد لا وزن له ولا هيبه، وان عندما القى الخطاب عبد المجيد تبون الناس خرجت من القاعه. على الغرار من العكس من ذلك، انظروا هنا صوره جو بايدن لما القى الخطاب الرئيس الامريكي، الكل ينصت له، الكل ينصت له. والملاحظ اذا رجعنا الى صوره عبد المجيد تبون، هنا المقعد نتاع السعوديه كما راكم تشوفوا ما كانش مندوب ولا دبلوماسي من مستوى مخفض. يعني هنا كان وزير الخارجيه السعودي حاضر هنا، فيصل بن فرحان. لما القى عبد المجيد تبون خرجوا من القاعه الاغلبيه، وكان عبد المجيد تبون كان يلقي الخطاب امام القله القليله. وهذا يعطي صوره على ان الجزائر علاقاتها مع الدول ما عندهاش علاقه، لا تتمتع بعلاقات طيبه مع المنتظم الدولي بسبب العدوانيه نتاع هذه المنظومه الشيطانيه التي تحكم الجزائر. البعض غادي يقول لك يشكك، قال هذيك الصوره ماشي نتاع رئاسه الجمهوريه. انا ننشر عليكم هاي لا، رئاسه الجمهوريه هي اللي نشرت الصفحه، ولا مديريه الاتصال والاعلام في رئاسه الجمهوريه هي اللي نشرت هذه الصوره لعبد المجيد تبون، وهو يلقي الخطاب امام عدد قليل من ممثلي وفود الدول المشاركه في الدوره 78 للجمعيه العامه للامم المتحده.
نرجعوا لنقطة أخرى، ما نغادروش حسابي في تويتر، انظروا هنا إلى الجزيرة. شوفوا الجزيرة وش قالت، النقاط اللي تكلم عليها. يعني قبيله وريتكم خدمة العواجل، يعني الأخبار العاجلة، وهنا الجزيرة لم تذكر تطرقه للنقطة المتعلقة بالصحراء المغربية. يعني حكى على نظام عالمي دولي جديد، حكى على القضية الفلسطينية، السودان، النيجر، ليبيا، روسيا وأوكرانيا. وهذه إشارة واضحة تعطي يعني واحد يعني كما يقولوا إشارة على أن كلامك يا عبد المجيد تبون حول ملف الصحراء كلام لا يعني ما يهتموش به، ماهوش مهم، عارفينك غير تخرط انت والنظام بتاعك. امر اخر لاحظته امس هنا، القنوات العموميه، هذه التلفزيون العمومي راكم تشوفوا هنا 2.15 يعني 2,150,000 مشترك. مليونين يعني التلفزيون العمومي عنده ميزانيه بعشرات الملايين من الدولارات. هذه قناته في اليوتيوب 5 دقائق 30 مشاهد، يعني ما كانش اللي يتفرج في مضمون خطابه انطلاقا من المنصه نتاع التلفزيون العمومي. وهذا يؤكد على ان الشعب الجزائري لا يتابع المنصات نتاع قنوات العموميه، ليس فقط التلفزيون العمومي. 38 سبكتاتور في اون ديريكت نتاع قناه الجزائر الدوليه التي صرف عليها المليارات، صرف عليها المليارات كما راكم تشوفوا. يعني قناه العموميه وقناه الجزائر الدوليه ما عندهاش اقبال عند الشعب الجزائري وما يتبعهاش. وهذه تعطي تفسير واحد، وانه لا توجد ثقه من الشعب في هذا المنظوم. كاش ثقه، ما يثقوش فيكم، ما يثقوش فيكم، ما يثقوش فيكم.